هو إيه الفرق بين المرض النفسي والتعب النفسي؟ المرض النفسي اللي هو الأمراض بقى اللي هي زي الفصام والوسواس القهري واضطراب ثنائي القطبين وثلاثي القطب، حاجات كده يعني إيه، أمراض اللي بيمشي وهو نايم، اللي معرفش بيعمل إيه، الحاجات الغريبة اللي هي أمراض فعلا محتاجة طبيب نفسي هو اللي يعالجها. اما التعب النفسي ده بيجي لنا كلنا، مفيش حد في العالم ما مرش باكتئاب او بفترات متضايق فيها او كده، بيكون عايز يقعد مع حد كأنه قاعد مع نفسه. بيكون هو البطل الحقيقي اللي بيعالج نفسه، لكن بيبقى عايز حد يشجعه وياخد بإيده ويعمل له سبورت. الحد ده بيبقى هو اللايف كوتش، مش الدكتور النفسي. بتروحي اللايف كوتش بيقعد معاكي او بتقعد معاكي، بتحدد المشكلة. طبعا انت البطل او انت البطل، انت اللي بتقول انت زعلان من ايه او تعبان من ايه، وبتكون صريح مع نفسك ومعاها او معاه، وانت اللي بتدور الجلسة، وانت اللي بيبقى عندك الإرادة انك تطلع من اللي انت فيه. هم بس بيساعدوك، بياخدوا بإيديك، بينوروا لك حاجة انت عارفها بس مش واخد بالك منها. كلام ممكن تكون انت سمعته قبل كده، زي هنقول بالدين، بالمنطق، بالعقل، بالعلم. كلام انت سمعته بس بتحتاج تسمعه تاني. آه طب انا هروح للايف كوتش تقول لي لا ما هو انت غلطان في كذا ومش غلطان، ما انا عارف. ما انت عارف، بس اي حد بيبقى محتاج حد يعمل له سبورت ويشجعه. وكمان مش بس كده، هو بس اللايف كوتشنج ما بيبقاش فيها ادويه ميديسن اللي هو بيتجاب من الصيدليه ده، لكن بيكون فيها اكتر من طريقه. بيكون فيها سكيدول، جدول طبعا بيتعمل، ونظام وبلان وحاجات. مش انت بتروح لللايف كوتش عشان يقول لك معلش، مش بيمعلشك يعني، لكن اكيد بيديلك بلان. ايه هو المفروض الخطوات اللي هنمشيها علشان تهيل او انك تطلع من الأزمة النفسية اللي انت فيها. بيكون في نظام، وواحد اتنين تلاتة اربعة، والنهاردة بنعمل حاجة وبنشوف جابت نتيجة ولا لأ، بكرة بنعمل حاجة تانية، واللي بعده واللي بعده، لحد ما انت نفسك تكون خلاص حاسس انك انت فعلا نسيت الحاجة دي، المشكلة دي، نسيت المشكلة دي. ده الفرق بين اللايف كوتش والدكتور الامراض النفسيه، وامتى تروح للايف كوتش وامتى تروح لدكتور امراض نفسيه. والمهم انك لو رحت لايف كوتش وحسيت نفسك مش مرتاح او مش جايب نتيجه، اي حاجه كويسه بتجيب نتيجه من اول مره. مفيش ابدا لايف كوتش هتكون انت مش مرتاح له ومش عارف تحكي وهيجيب نتيجه. الشخصية المريحة نفسيا، اللي بتريحك انت شخصيا نفسيا، اللي بتفهم بقى اللي انت، وانت كمان لازم تحكي بطريقة تتفهم، ما تخبيش حاجة. فالشخصية اللي بتفهمك، اللي بتحلل الكلام اللي انت قلته، وبتلقط انت مشكلتك فين بالظبط، وبتعرف من الحاجات اللي انت قلتها فين المشكلة، وكمان فين الحل. والحل لازم يكون انت قادر عليه ومتناسب معاك. محدش يقدر يقولك حل بتر. لازم يكون الحل يتناسب مع شخصيتك، وتكون قادر عليه، ويكون بالتدريج. انت ما انتش قادر تعمل ده مرة واحدة، ما انتش قادر ت... ت... يعني انت اتجوزتي واتطلقتي ومش قادرة تموف اون مرة واحدة. عادي، بالتدريج تاخديها، ما تموتيش نفسك، يعني واحدة واحدة، كل حاجة بتيجي واحدة واحدة، وفي النهاية انت او انتي بطل حكايتك.